صور، حيث نرحل وإياكم على مدى الساعة تقريبا على أجنحة الذكريات والكلمات والنغمات والأحاديث الشيقة الحميمة. فمن يا ترى سيكون ربان هذه الرحلة؟ إنه صوت إبداعي تتلخص في حنجرته نبضات قلب الشعب الأردني، وتفوح من نبراته رياحين الأرض الأردنية، وعلى أوزان نغماته يغني إنسان الأردن موله الشجي. إنه الشاعر الشعبي الأردني سليمان عويس. صدق من قال بسم الله، وبسم الله مسعانا وممشانا، وباسم تراب هذا الواد نكبر لو كبر شانا، وباسم الطيب بدمه وسقى دمه، ثرى بيه وثرى جده وثرى خاله وثرى عمه، وأقسم بالعلي القهار ما يخذل حليب أمه، ولا لو جفت الوديان هذا الواد ما ينقص أبد شانه، ولا يصبح برسم البيع قوشانه، ولا لو جفت الوديان هذا الواد ما ينقص أبد شانه، ولا يصبح برسم البيع قوشانه. أعزائنا، لابد في البداية أن نقدم بعض المعلومات عن ضيف حلقتنا لهذا اليوم، وهو الشاعر الشعبي سليمان عويس. فسأقرأ عليكم بعض المعلومات من بطاقته الشخصية. فالشاعر سليمان عويس من مواليد قرية دبين بجرش عام 1941، حيث تلقى علومه الابتدائية فيها، ثم انتقل مع أسرته صغيرا إلى مدينة عمان، وأكمل دراسته الإعدادية والثانوية فيها. هذا وقد حصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، ثم عمل في مجال التأمين عدة سنوات في القطاع العام والخاص، وصدر له عدة دواوين شعرية، منها مواويل رافضة وبيروت كيف حالك. ثم انتقل شاعرنا إلى مجال العمل الإعلامي، فعمل محررا للأخبار ومعدا للبرامج ومذيعا في التلفزيون الأردني، واهتم بمجال النشر وإصدار الكتب والمجلات، حيث أسس مجلة أدبية وفكرية ساهمت في نشر النتاج الأدبي الأردني وتسويقه محليا وعربيا، ألا وهي مجلة المهد. ثم تعامل مع الصحافة الأردنية شاعرا يكتب موالا شعبيا يوميا يعكس نبض الشارع الأردني وحياته الاجتماعية، وشارك في عدة مهرجانات شعرية محلية وعربية، وساهم بأشعاره المتنوعة في كل المناسبات الشعبية الوطنية الأردنية. أعزائنا، هذا موجز سريع نتوقع أن نتعرف على تفاصيله، ونحن نتصفح وإياكم ألبوم صور وذكريات الشاعر الشعبي سليمان عويس في بيته الذي يقع في جبل الحسين في عمان. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى نرحب بكم في منزل الشاعر الشعبي سليمان عويس. أهلا وسهلا فيك أستاذ سليمان. مرحبا فيكي، وهلا بهذا الوطن. اسم الوطن، صوت الوطن والصورة. الله عيام التعب بالتلفزة بالقلب محفورة، وهلا بألبومنا الطيب صوته صدى الأيام، أما الهلا بإخلاص بين الناس محظورة. ويا هلا ورحب بشاعرنا الكبير سليمان عويس، وشكرا على هذه التحية الجميلة. أهلا وسهلا فيك في برنامج ألبوم صور. تسلمي يا عزيز. لنبدأ من أولى صفحات هذا الألبوم والصور التي أمامنا تبدو من مرحلة قديمة، نتحدث عنها أستاذ سليمان. الصورة الأولى وهي صورة استوديو صغير، هذه كان عمري يمكن حوالي 9 سنوات، هذه راجع لل 51. أول مرة هذا الطفل، هذا الصبي القروي فلاح جاي من قرية، طلبوا صورة للمدرسة الجرشاوي، فيذهب للاستوديو وكأنه ذاهب يعني إلى محكمة، مضطرب، لكنه في داخله فرح انه لابس، يعني الله اعلم كيف اشتروا لي الجاكيت والقميص هذا يعني. وهذه اول صورة تلتقط الي، بس قديش انا كنت فرح ووريتها لكل الناس انه سليمان عويس، يعني اول سليمان تصور
الصورة الثانية هاي، يعني هاي بترجعني إلى بيئة الريف، العائلة الفلاحة الفقيرة المعدمة كبقية أهل الريف. يعني كنا سواسي بهذا الموضوع. ليش؟ 48 أنا بعتقد أنه أذكر أنه صارت محن عندنا في المنطقة، في البلد، في الأردن. وحتى بدأنا نأكل خبز الذرة اللي هو بسموه الكردوش. وكنا نعمل مع الوالد بجد وبتعب، وأصبت بمرض صدري، التهاب رئوي، وأخذوني على المستشفى. أقرب مستشفى كان مستشفى عجلون. فبتذكر أنه ركبوني على الدابة ورحنا على مستشفى عجلون. وهذه الصورة بال53 تحت في باحة المستشفى تحت شجرة، بعد أنا ما شفيت، قعدت حوالي 9 شهور من المرض. الصورة الثالثة اللي عندك بالنص، في مرحلة ما بعد رغدان الابتدائي. أنا جيت على مدرسة رغدان الأول. في مرحلة ما بعد رغدان رحت على مدرسة اللاتين في طلوع المصدار. وأنا محتفظ بهذه الصورة لأنها تجمع أهم 3 أساتذة أثروا فيه. الأستاذ، الصورة الأول واحد، الأستاذ جميل جريسات، الله يذكره بالخير، ما بعرفش الآن وينه. كان يدرسنا الجغرافيا والتاريخ، وأنا كنت بحب حكاية التاريخنا. الأستاذ الثاني أبو الحطة والعقال، الله يرحمه، الأستاذ فؤاد عريضة. قديش كنت أحبه وقديش كنت أكره مادته، كان يعلمنا الرياضيات. الأستاذ الرابع لطفي عثمان، هذا لن أنسى في حياتي، إنه زرع في حب اللغة العربية بأسلوب شيء لا يصدق من الروعة والمتعة. وما كانش مثل بقية الأساتذة الآخرين مستعجل إنه ينهي الفصل، يعني ينهي المقرر، المنهاج المقرر ضمن المدة المحددة. كما ألاحظ أستاذ سليمان بأنه موجود هون بطاقة في ألبوم لصور. هذه البطاقة مكتوب عليها الأخ بالتحيات. فاجأني صديق بإهدائي مؤخرا أعداد من مجلة صوت رغدان التي كان لي ولكم شرف إصدارها وتحريرها قبل 30 عاما، ولقد رأيت أنه قد يسركم تذكيركم بتلك الحقبة وتذكيركم بعينة في إسهامكم الكريم في تحرير المجلة آنذاك. ترى ألم يكن لدينا قبل 30 عاما ما يحلو أن نتذكره؟ المخلص بسام عطاري. ما حكاية هذه الكلمات؟ هذه البطاقة جتني، فاجأني فيها الأستاذ بسام عطاري. الأستاذ بسام عطاري هو كان زميلي في مدرسة رغدان، الصحيح هذه قبل أن أنتقل إلى مدرسة اللاتين. كنا نحرر سوية أنا وبسام عطاري مجلة صوت رغدان، وطبعا مجلة حائط، ما كانتش يعني مجلة مطبوع، مجلة حائط. وصرنا بعدين بالأخ نطبعها على ستانسل، وصغيرة جدا، لكنها كانت بتورينا قديش كان الطلاب بيحبوا القراءة وبيحبوا المطالعة وبيحبوا الكتابة، بيحبوا الثقافة، بيحبوا العلم، بيحبوا كل شيء من هذا الإبداع. من هون بدأت بروح الإبداع والكتابة، من هون بدأ حبي للكتابة من مدرسة رغدان. هذه البطاقة أنا بعتز فيها، والمجلة أيضا اللي أرسل لي إياها موجودة، وأطلع عليها وأتذكر قبل 36 عام سليمان عويس شو كان يكتب. وهل يا ترى بعده هذاك الطفل البريء اللي بيكتب عن براءة، ولا المجتمع غير في شيء؟ أرجو أن أكون ما زلت في هذه البراءة. هذه الصور التي أمامنا في هذه الصفحة من الألبوم يبدو أن لها ذكريات خاصة في نفسك، فماذا عنها؟ هذول الصورتين بيمثلوا مرحلة من مراحل مهمة جدا في حياتي، هي مرحلة الدراسة في القاهرة.
وفي القاهرة الصحيح بدأت مرحلة جديدة مهمة جدا. القاهرة كانت مدينة واسعة، النيل، الأهرامات، الحضارة، لكن كان هناك شيء أهم للطلاب، أنه هي مدينة رخيصة جدا، تكلفة الحياة فيها مش مرتفعة قبل الانفتاح الاقتصادي وقبل كل شيء. احنا كنا طلاب أصدقاء شلة يعني، رغم أن كل واحد يمكن بكلية، لكننا كنا كثير حميمين على بعض الطلبة الأردنيين. في هذه الصورة الأولى احنا كنا نحجز زاوية من سرادقات سيدنا الحسين في أيام رمضان، ونعرف لدنا أنه هذه الزاوية للشبابنا الأردنيين، لضيوفنا كانوا يقولون. فهون هذه الصورة كنا عم نلف تتن تهيشي يعني، وأنا هون مع بعض الأصدقاء أذكر منهم داود أو زهير فاخوري، رياض خصاونة، والهاني مسمار. بهذه المرحلة كنت أنا بكلية التجارة. الصورة اللي تحت هذه وأنا في كلية التجارة، بكتب لأمي، أرسلتها لأمي وبكتب لها على الخلف إنه ما تفكريش إنه أنا قاعد بدرس، أنا قاعد بكتب شعر في ساحة الجامعة. مرحلة الشعر في هذه المرحلة تجذرت في جدا، وبديت منها أكتب شعر طبعا بالفصحى. وفي سنة 67 68 أخذت كأس الجامعات المصرية في الشعر، وأنا كنت أكتب شعر العمود. اللجنة كانت 5 كلهم من مدرسة الشعر الحديث إلا روحي القليني، ورغم ذلك كل اللجنة أجمعت على أنه الفائز بالكأس، والكأس محتفظ فيه. من أهم ذكرياتي في القاهرة عشقي الشبابة. تعرف أنا كنت أحط الشبابة بكمي تحت الجاكيت هون بالكم هيك وأمشي فيها. كنا نقعد بكلية بكافتيريا الآداب، لأنها كان فيها بنات أحلى من كلية التجارة. فأنا أقعد بزاوية، وكان نائل الزعبي الله يذكره بالخير زميل لنا في الكلية كمان في الزاوية الثانية ومعه الشبابة. فأنا ألعب شبابة، كنت أعزف شبابة منيح يعني، راعي غنم جاي من دبين يعني. ونائل الزعبي كان يرد علي، وكنا نتفنن في إيقاع الشبابة. طبعا لهينا حالنا ولهينا بقية الطلاب عن الدروس. استمرت هذه المرحلة إلى ما بعد أخذت البكالوريوس في التجارة ورجعت. هذه المجموعة من الصور اللي أمامنا بتمثل مناسبة زفافك، وهذه مناسبة عزيزة على قلب الجميع عادة تكون، فماذا ستحدثنا عن هذه المناسبة؟ في هذه الصورة الأولى أنا لما رجعت من القاهرة وجدت يعني أمي مرتبة أمور كثيرة، ومنها موضوع خطبتي. فهذه الصورة تمثل يوم الخطبة بسلوى اللي هي زوجتي الآن، وهي قريبتي أيضا مش بس زوجتي، أبوها ابن عمتي بكون، وأمها من النساء العزيزات على أمي كانوا أيضا، لأنهم تربوا مع بعض في القرية وإلى آخره، عاشوا مع بعض أي شيء. والصورتين اللي تحت الزواج، أيام الإكليل في الكنيسة، وثم قبل الإكليل اللي بيقولوا الخال بوديها. بس بدي أحكي عن الصورة صحيح الخطبة عن سلوى. أحببت فيها شيء مميز. هي من حداثة سنها، من لما كان عمرها 15 سنة كانت رجل البيت، بمعنى تحملت مسؤولية البيت. أبوها فلاح، فهي أمها تحملوا المسؤولية. هي تحملت المسؤولية الكبرى لأنه تركت المدرسة في المفرق قبل الثانوية بسنة، وإجت رجعت على القرية تعلم في المدرسة الإرسالية، مدرسة الطوائف، المدرسة الوحيدة في دبين، وخلت إخوانها بالمفرق مشان تدرسهم. درستهم، وبعد ما تزوجت بقيت تدرس، وضحت
المستقبل الدراسي إلها، وعلمت إخوانها، علمت مهندس، وعلمت طبيب، وفتحت لأخوها استوديو ثالث، وعلمت أختها. هذا النوع من النساء الصحيح يؤثر، هذا النهج الرجولي، هذا النهج التضحي يؤثر على لمسة الأنوثة أحيانا. فأعتقد أنه سلوى أعطت كثير من كونها امرأة، كونها بنت، كونها امرأة، عشقها لأجل أنها تعلم إخوانها ويصبحوا مستقبلهم مستقبل جيد والحمد لله. مجموعة الصور اللي أمامنا تضم أيضا مجموعة من السيدات، إحداهن سيدة كبيرة تحمل طفل في يدها، أعتقد أنها والدتك. ماذا عن هذه الصور؟ هذه الصورة الأولى والدتي مع ابني الوحيد طارق عندما كان طفلا، فهي إذا جدته لأبي. الصورة الثانية أيضا هذه الامرأة الفلاحة هي جدته لأمه، تحمل أيضا طارق ابني. والصورة الثالثة اللي تحت هي لأمي أيضا مع طارق، كان أكبر شوي. أما بالنسبة لأمي سيدة قروية فلاحة عاشت يتيمة قبل أن تتزوج. تزوجت والدي وكان أكبر منها ب 38 سنة. توفي والدي مبكرا، مبكرا بالنسبة إلنا، هو توفي ب 56. فحملت هي هم وشؤون البيت، وكانت متحمسة إنها تعلم أولادها، ولذلك تعبت مع شقيقي الأكبر وهدان. تعبت تعب شيء لا يصدق من التعب. كانت تروح على حوران تجيب خبز قمح مشان تودي له إياه على المدرسة، مشان ما ياكل قدام أصدقائه خبز ذرة، تروح مشي ترجع. هذه الوالدة أثرت فيه صدقا، أثرت في تكويني النفسي والإبداعي، أثرت فيه كثيرا. هي أولا كانت تكتب شعر شعبي، كانت لا تقرأ ولا تكتب إلا قليلا، لكنها كانت تقول الشعر الشعبي، وإحنا كنا نسجل، وخاصة ما كانت تبعثه لابنها وهدان لما أبدع في المدرسة وراح درس هندسة في بغداد، كانت تبعثه لهناك. أثرت فينا بهذا الموضوع، موضوع الشعر الشعبي. أثرت فينا في ترانيمها الحلوة، كانت متدينة وترنم دائما، حافظة ترنيم. أثرت فينا في كيفية معاملتها مع الطبيعة، رغم قسوة الطبيعة كنت تجدي الابتسامة على وجهها. أهم بيت شعر كانت هجيني قالته، كانت تردده. شوفي شو العمق اللي كان عند هذه المرأة. كانت تقول يميمتي والعرب شرقة، دنق على الردن ومالي، يميمتي مصعب الفرقة، ثار الوطن والولف غالي. يميمتي مصعب الفرقة، ثار الوطن والولف غالي. قلت إن أمي أثرت فيه بالشعر الشعبي كثيرا، وقاست معاناة شيء رهيب. توفيت والدتي، وأنا كنت لوقتها بكتب شعر الفصحى، وإلي ديوان العنقود كله باللغة الفصيحة. فكان لابد في حفل الأربعين التابين أن أقول سليمان ابنها شاعر معروف، أن أقول شيء لأمي في حفل التأبين الأربعين. رحت على مكان التأبين، صدقا ما نمتش بالليل، الصبح رايح مش قادر أكتب ولا كلمة، صدقيني إخلاص. فتشت كل قاموس اللغة العربية اللي أنا حافظه، فتشت تنبيش أن أجد كلمة عربية فصيحة يا إما تليق بأمي أو تفهمها أمي، وهي ميتة. صدقا لم أجد. والبيت عندنا أخواني خواتي كلهم مطمئنين إنه أنا يعني عامل كل شيء، يعني حاضر. رحت على التأبين، كل ما اقتربنا من المكان أتمنى لو الأرض بلعتني، ما فيش إشي،
إلى أن رنت ببالي شغلة أمي قبل ما تموت، هذه الجملة فقط، أمي قبل ما تموت. استذكرت كل الشريط ودخلت على حفل التأبين، ولأول مرة أقول شعر شعبي لأمي في أربعينها، ومنها بدأت أكتب الموال الشعبي والقصيدة الشعبية. ومما قلت في التأبين أمي قبل ما تموت، اسمحي لي أقرأ لك لأنه ذاكرتي شوي عم بتخوني، فأرجع لهذا الكتاب. أقول أمي قبل ما تموت وصتني عجيراني، الجار قبل الدار يا ابني يا خلاني، إن جار بيك الزمن جارك زمن ثاني، يا ابني قضيت العمر ما جار عاداني، ولا جار يوم الحزن إلا وواساني. إلى أن أصل أمي قبل ما تموت قبل الجرح ما يكبر، شربت عرق ينبوت، الينبوت النبات المر في الصحراء بيطلع في البرية، شربت عرق ينبوت وسقتني أنا السكر، عريت وأنا بالخز بختال واتمختر، أشكي لمين يا موت ما كنت تتأخر، ضاع الرجاء مني والمسك والعنبر. هذا بعض ما قلته في تأبين والد. هنا أمامنا صورتان لابد أن لهما حديثا خاصا في نفسك. في هذه الصفحة هذول ممكن نصنفهم الصورتين تحت عنوان الغربة. أنا جربت الغربة الصحيح، رحت على الخليج، يعني رحت على دولة الإمارات العربية المتحدة، وعانيت ما عانيته خلال سنة و9 أشهر. أنا لم أطق الغربة ولن أطيقها ما دمت حي، لأنه شيء متعب جدا شو ما كان يكون فيها. المهم في الصورة الثانية، هذه الصورة لابن عمي، ابن عمي اللزم يعني سعيد عويس، وهي الصورة له بأستراليا. هاجر لأستراليا، سبقوا أخوه، بعدين هاجر هو وأولاده طلبا للعيش الرزق مستقبل أحسن. هذا سعيد كان شاعر وعازف ربابة من الطراز الأول، كأنه كان بيشتغل يقطع حطب من القاطعية بسموها الحرش والحكومة والمنشار وإلى آخره، وبيعيش على هذه المهنة إلى أن راح على أستراليا. يوم ببعث له رسالة مع شريط كسر، بقول له كفاني بعد عن أرضي كفاني، وكفاني لوعة الغربة كفاني، أنا لو عزت اللقمة علي قطف عليق من أرضي كفاني. العليق نبات شائك عليه زي العنب الصغير. كفاني بعد عن أرضي كفاني، وكفاني لوعة الغربة كفاني، أنا لو عزت اللقمة علي قطف عليق من أرضي كفاني. سعيد سمع الرباعية وقرأها، رجع على جبين وبكى أمام الزيتونات وحاكور الزيتون إله، بكى من الدموع شيء بيسقي شجر، وقال لي يا سليمان كيف كنت بتحكي على لساني؟ أنا اللي كنت كفاني غربة، أنا اللي كنت باكي. فاجي سرنا على الربابة هذيك الليلة وتعللنا إلى آخره. اسمه سعيد، وبعرف قديش كان مش سعيد، شكل يعني متألم يعني. فبقول له اسمك سعيد ودلني درب السعادة وين، لا مال يسعد صاحبه أو من غرق بالدين، هات الربابة يا سعيد وفتح جروحي، بلكي على أن نتوتر ننسى الوجع يومين، بلكي على أن نتوتر ننسى الوجع يومين. هذا سعيد والغربة، وهذا أنا والغربة، وهي قصتنا مع الغربة مؤلمة، الله لا يورينا إياها. هنا أمامنا صورتان، الأولى ملونة وهي حديثة، والأخرى بالأبيض والأسود وهي قديمة. كيف اجتمعت هذه الصور في صفحة واحدة؟
الصورة الأولى الحديثة باعتبار ملون يعني تقصدي هذه الصورة تجمعني مع الشهيد الشاعر فلاح العسكر. فلاح العسكر شاعر عراقي شعبي مجيد له جمهوره العريض في الأردن. هذه في لحظة لقاء لنا في مهرجانات جرش أو والمربد، لما كنا نروح احنا على المربد وهم كانوا يجوا على جرش مع بقية الشعراء العرب. تمثل الحميمية بين الرسالة السامية للشعر التي لا تعرف حدودا بين الدول العربية، وفي لقائي معه وأعتز أنه إلي صورة مع هذا الشاعر المهم جدا. أما فيما يتعلق في الصورة الأخرى اللي هي بدون تلوين قديمة، هذه صورة وأنا بعمل في مؤسسة العامة للتأمين حكومية، مؤسسة حكومية كانت ب 72. تلاحظين أنه أنا بحط قدامي فيها بروازة يعني بيت شعر. بيت الشعر يقول: الصادقون يتامى في مدينتنا، في ليلهم يمضغون البؤس والألم. هذا بيت الشعر رافقني في أكثر من موقع في عملي. كنت حاطه هون لي أذكر الناس اللي كانوا يكذبوا عن مواردهم أو قديش عندهم عقارات يجب أن تؤمن عليها، هي ضد أخطار الحرب كانت المؤسسة، ويعملوا حالهم ما معهم شيء مشان توفير دينارين أو 3، فيضيع الصدق لأجل دينارين. هذه قصة بيت الشعر هذا اللي رافقني وين ما رحت كثير من الأماكن العمل. أيضا أريد أن أسألك حول عملك في الصحافة وعملك في الإذاعة، حيث كنا نطالع كل يوم موال لك في إحدى الصحف ونسمع موالا آخر عبر أثير الإذاعة، فلماذا توقفت عن ذلك؟ أيضا شو حكاية الخوات الثلاثة اللي حبيتهم في نفس الوقت؟ قصدك 3 خيات اللي حبيتهم هذول؟ طيب لا، نرجع للسؤال الأول اللي هو موضوع الصحافة والإذاعة. أنا صحيح بكتب من 76 موالي اليوم، وحقي أتوقف كل سنة، كنت أتوقف لمدة 2 شهر، إلا أنه في الفترة الأخيرة هاي طال غيابي عن الجرايد الموال اليوم. صحيح في سببين هامين جدا. في بداية المرحلة كانت صحتي شوي معلولة، عملت عملية القلب وتوقفت قليلا، لكن المحيط النفسي وهذه الأحداث المتسارعة جدا اللي مرت في المنطقة أذهلتني، بحيث أنه فقدت اتزان الكلمة. وأنا بحترم قلمي وبحترم قرائي، فما بدي أصير ألهث وراء الحدث كأي صحفي بكتب أخبار. أنا بعلق على الحدث بشيء تأريخ وليس فقط إعلان أو إخبار عنه، وبدخل لضمير القارئ. فهذه الأحداث اللي مرت فيه اللي مرت حوالي ما زالت مؤثرة فيه، ولذلك أنا متوقف عن الكتابة. لكن بوعدك إخلاص أني أرجع أكتب يعني بأسرع ما يمكن. موضوع موال الإذاعة قد يكون في خلاف بسيط حول إشارة الموال. الناس حبت الإشارة تبع البرنامج الموال: صباح الخير على الصوت اللي صحاني ودق الباب قبل ما أبدأ بالموال الثاني. كان رأي المسؤولين في الإذاعة أنه لا، بلاش منه هذه المقدمة الصباحية وادخل على طول بالموال. 2، تعبت من الإجراءات صحيح يعني، لكن بوعد أيضا أنه هالمرة مش راح خليهم ينادون، أنا راح أروح أطرق باب الإذاعة. هذا الجهاز حبيته لما كنت بالتلفزيون، وحبيته وأنا بالإذاعة، وحبيته وأنا بكتب. هذا صوتنا لبرا. بوعد أنه أنا أرجع. أما حكاية ال3 خيات اللي حبيتهم، طب أنت مصدقة أنه أنا حبيت 3 خوات يعني؟ لا، بطمنك، حبيت ال3 خوات. أيوة، سليمان عويس حب 3 خيات، وبقول فيهم هدول: ما في أحد صابر على هجر الحبيب الله، وما في أحد
صابر على جمر الرحيل اللاي، وما في أحد حب الثلاث خيات اللاي، وما في أحد طلق حبيباته ورجع حب الثلاث اللاي، وما في أحد من لهفته صلى الأحد يوم الخميس اللاي. أنا حبيت ثلاث خوات إخلاص، وحبيتن بعشق، وحاولت أعدل بين الثلاث خيات بالحب، لكني بالآخر يمكن انحازت لوحدة. هذول الثلاث خيات أسمي لك إياهم بس ما تقولي لأهاليهم. ثلاث خيات هم جريدة الرأي وجريدة الدستور وجريدة صوت الشعب، اللي أنا بعتبرهم خيات وليس منافسات في الصحافة، هم خوات، هم صوت الأردن. حبيتهم الثلاث لأنه أنا كتبت فيهم الثلاث، وهذه قصة الثلاث خيات. أبو طارق، أرى أنك أفردت صفحة خاصة من صفحات الألبوم تضم مجموعة من الصور لطارق في مراحل مختلفة من العمر، فماذا ستحدثنا عن طارق يا ترى؟ هذه الصورة الأولى، طارق في هذا العمر، هذه قبل سنة، وهو الآن طالب في الأكاديمية البحرية للعلوم، الأكاديمية البحرية للنقل البحري في الإسكندرية. الصورة هذه اللي جنبها أنا وطارق في أحضان الطبيعة، وكما الصورة اللي تحتها أيضا هو وأمه في أيام قبل الحصاد. وكما علمتني أمي حب الطبيعة، انتقلت هذه العدوى الجميلة إلى طارق، وأعتقد أنه جدته لأبي ولأمه كمان أخذ منهم حب الطبيعة، وما زال لحد الآن هذه مغروسة في نفسه. أما بالنسبة للصورتين اللي تحت، طارق بيقولوا إنه المثل بيقول إنه فرخ البط عوام، ما أخذش مني بس حب الطبيعة، الظاهر أيضا كان شقي من هو صغير، كان يحب يلعب مع البنات. فهي مرحلة من العمر مر فيها وهو صغير، وكان يتعلق ببعض البنات اللي من سنه. طارق الوصية بقول له في بعض الوصايا، وقد أستعين بورقة، أقول له أوصيك يا ابني بالوطن، هذا الوطن غالي أغلى من الروح الوطن، لا تقول بتغالي. أوصيك يا ابني ما أحد يرتع أبد زرعه، مهر الكرامة ادفعه مهما يكن غالي. بقول له أوصيك لن عضك دهر، احرص تقول أواه، داء الذليل الولولة، أما النسر مقواه. أوصيك لن خدك نده يا دمع رويني، بده يبكي. أوصيك لن خدك نده يا دمع رويني، الليل محراب الدمع هل الدمع جواه، الليل محراب الدمع هل الدمع جواه. أوصيك لا تبني أبد دارك بمال الغير، أوصيك لا تفتح أبد دارك لغير الخير. الجاه يا ابني مش ذهب، والعز ما هو مال، الحر لن ماله ذهب، ماله طريق الخير. الحر لن ماله ذهب، ماله طريق الخير. هنا أستاذ سليمان صورة تجمعك مع السمو الأميرة هيا بنت الحسين الفارسة الهاشمية، ما هي المناسبة التي أخذت بها هذه الصورة؟ المناسبة هي مناسبة تخريج فوج من طالبات لمدرسة أو معهد أو شيء، وكان لي الشرف للمرة الثانية إنه أنا أحضر معه، أكون ضيف مدعو مع سموها بمعية سموها إلى هذا الحفل. ما يربطني بسمو الأميرة الصحيح بركان من الاحترام والتقدير، وأعتقد أنه متبادل. أرى فيها الفارسة وأرى فيها الأميرة، وأنا كنت دائما بقول في أميرة تخلق أميرة،
وفي أميرة تدخل قلوب الناس كأميرة. هيا بنت الحسين كونت لنفسها إمارة خاصة مميزة بها في قلوب الناس لتواضعها وتربيتها، وهذا ليس غريب عن تربية سيدنا. قلت بخاطب سمو الأميرة هيا في هذا الحفل، بقول لها قومي امتطي يوم النقا سبحة بني هاشم، وتمختري بين الفوارس يا هيا الهاشم، يرخص إلك حيل المهر من أبتر ومهيوب، والخيل ما تخذل أبد درة بني هاشم. الخيل ما تخذل أبد درة بني هاشم. هنا صورة لك مع حضرة صاحب الجلالة الملك الحسين، وأنت تصافحه كما أرى. يا ترى ما هي المناسبة؟ هذه الصورة يمكن من أعز الصور على قلبي. أنا في حضرة سيدنا في احتفالات عيد الثورة والجيش، وأدعى لهذه المناسبات، وبعرف أنه سيدنا بحب جدا ومهتم جدا في موضوع الشعراء والأدباء الذين يترجمون انتماء الأرض للوطن للإنسان. ولا أنسى أنه وقفت مثل هذه الوقفة أيضا في حضرة سيدنا يوم أنعم علي بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى. هذا الأب الحاني الكبير يقلد سليمان عويس، ينعم على سليمان عويس وسام الاستقلال ومن الدرجة الأولى، وأنا لم أشغل في حياتي منصبا حكوميا رفيعا، لكن نعرف نحن الشعراء منزلتنا في قلب هذا الرجل العظيم. أذكر يومها أخذتني هذه اللحظة العظيمة وهو ينعم علي بالوسام. ارتجلت. أذكر أنني قلت فيما قلت عودتنا على المكرمات وعلى المهمات الجسام، حتى بلياليك الثقيلة وجهك يشع ابتسام. يا ابو المكارم والعطا، شفنا بيمينك سيف، شفنا بيمينك للعدالة سيف، وشفنا بيسارك للعفو أمضى حسام. ويا ابو المحبة للشعر، شاعر لديوانك سفير، وشاعر يطرز بالألق صدر الوسام. شاعر لديوانك سفير، وشاعر يطرز بالألق صدر الوسام. هذا ما قلت أمام هذا الرجل العظيم الحاني، الأب الذي لا ينسى دائما مبدعين الشعب ولا شعراء ولا أدباء. يبدو أن صور الألبوم قد انتهت بالصورة الأجمل التي تجمعك مع جلالة الملك الحسين وهذا الحديث المؤثر والفياض والشاعري، ولكن يبدو أن اللقاء لن ينتهي قبل أن نشبع من وجبة الشعر المختزنة دائما في وجدانك. وبودي هنا أن ألتقط منك لحظات إبداعية حول كلمات معينة نختتم بها هذا اللقاء الجميل. فمثلا ماذا تقول في الطفولة؟ طفولة؟ تمنيت أكتب لك رسالة شوق يا شوق،
جف المداد من القلم كيف العمل يا شوق، تمنيت أرجع شي طفل أحبي على ذراعك، واجدل من دموعي إلك خاتم وداد وطوق، أجدل من دموعي إلك خاتم وداد وطوق. لابد أيضا أن يكون هناك نصيب للأبوة من خلال هذه الكلمات. أبوي بالمناسبة له قصة غريبة. أبوي كان عمره تقريبا 81 سنة أو 80 سنة لما مات. بتعرفي كيف مات؟ أبوي قرصته حي وهو يحرس، نزل الصبح روسنا ونزل على الحقل على بستانه يحول المي على الزرع الشجرات اللي زارعهم زيتون، ولدغته الحية، قتل الحية وحطها بجيبته، ربط اجره ونزل على الدابة طبعا إلى طريق السيارة، طريق جرش عمان القديم. راح على جرش ما عرفوش يعملوا فيه شيء، يمكن ضروه أكثر مما فادوا. فوصل مساء إلى مستشفى عجلون، قام سم 3 أيام مات. سمعته بقول لي كأني بسمعه الآن، بقول لي أوصيك يا ابني تمسح جروحك وتنسى الآه، طبع الذليل المسكنة والولولة والآه، أوصيك يا ابني تحبس دموع الوهن والخوف وتعيش عمرك بالأمل وتقول يا الله، تعيش عمرك بالأمل وتقول يا الله. طولة العمر لك ولابنك طارق. أعزائنا حتى نلقاكم مع ألبوم وصور جديدة بعون الله يوم الأحد القادم. حتى ذلك الحين لكم من أسرة ألبوم وصور أجمل الأمنيات. إلى اللقاء.